بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح الايفنتس او الاحداث باختصار بسيط. الاحداث بتبقى عبارة، مثلا انت عايز تعمل لو مثلا لاعب لمس البارد، فانت عايز تجيب ان في لاعب لمس البارد تطبع اسم اللاعب. فنعمل ده ببساطة ان احنا نخش نكتب لوكال، نجيب البارد سيرف جيم دوت ورك سبيس دوت تيست. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف اول يعمل كونكت اول ما يحصل تاتش للبارد، فيكتب بارد دوت تاتش نقطتين اللي فوق بعض كونكت. يعني احنا بتقول له تعمل اتصال اول ما يحصل لمس للبارد. فهنا عشان تعمل الكونكت لازم تمرر له معاه فانكشن، تكتب فانكشن قوسين دوس انتر وتحدد نهاية الفانكشن. هنا مع التاتش ايفنت لما تعمل له كونكت بتمرر بيرجع لك معاه الهيت او الحاجة اللي هو لمسها، فانت هنا بتحدد الحاجة اللي هو لمسها تقدر تطبعها جوه الفانكشن. تكتب برنت تطبع الجزء اللي هو لمسه، تكتب برنت تاتش ديسبلاي. بسم الله. كتب لك هاندل تاتش، قرب منه تاني، بص ليفت لور ارم، بيطبع لك الاجزاء اللي هو اللاعب. الاجزاء دي بتبقى عباره عن جوه اللاعب، مثلا كل لاعب بيبقى ليه شخصيه، عباره عن شخصيه جواه كذا بارتس. يعني مثلا عندك الهيد ده يعتبر عن يعتبر بارت تقدر تحركه كده. وعندك مثلا ليفت ارم، يعني الجزء ده تقدر تحركه. فهو لما بيلمس هنا بيجيب لك الجزء، مش بيجيب لك اللاعب ذات نفسه اللي هو بيبقى عباره عن الموديل ده. انت هنا عايز تجيب له يتبع بس الموديل، تعرف اني موديل او اني لاعب لمسه. مثلا هو لمس دلوقتي الهيد، فالهيد ده يعتبر ابن او شايلد، هو البيرنت اللي هو ستار اللي هو الموديل ذات نفسه. انت عايز تكتب هنا هيد دوت بيرنت عشان يطبع لك الموديل ذات نفسه. هنقرب بس البارت من هنا. ماشي، نجرب. لمس بيقول لك ستار، يعني كده طبع الموديل ذات نفسه. دلوقتي مش كده، لك ستار ستار. انت دلوقتي طيب عمال تعمل له كونكت، يعني متصل دايما، فانت مثلا عايز تعمل اول ما يلمس يقطع الاتصال، فهتعرف متغير اسمه كونكت من غير ما تضيف له قيمه. هنا يعني دلوقتي قيمته بتساوي نل عشان انت مش شايف له قيمه، فهنضيف له دلوقتي، هنحطه جوه الايفنت، تكتب كونكت يساوي الايفنت ذات نفسه. فانت هنا عرفت الايفنت او الاتصال عباره عن الفاريبل ده. فانت دلوقتي اول ما اتصل، اول ما لمس انت عايز تقطع الاتصال، تكتب كونكت نقطتين ديسكونكت عشان يقطع الاتصال خالص. هنا اول ما يلمس هيطبع الحاجه، الموديل اللي لمسه يطبع انه اتلمس كده يقطع الاتصال. جرب زي ما احنا شايفين كده بقى بيطبع مره واحده بس. طب كده خلصنا من التاتش ايفنت بتاع البارت. عايزين نعمل دلوقتي اول ما لاعب يخش يطبع اسم اللاعب انه دخل اللعبه. بس هنا ما ينفعش تعملها من لوكال سكريبت، عشان ما ينفعش تجيب كل اللاعبين من لوكال سكريبت، لازم تجيبها من سيرفر سكريبت. هنبقى نشرح الفرق ما بينهم مستقبلا ان شاء الله. فنعمل هنا سيرفر سكريبت جديد، ونعرف اللاعبين كلهم لوكال بلايرز جيم دوت بلايرز. هنا اي لاعب يخش اللعبه بيبقى موجود جوه، سواء بيبقى موجود جوه اللاعبين هنا، اي لاعب بيبقى موجود جوه هنا. فانت هنا بتجيب كل اللاعبين اللي هنا، تعمل عليهم لوب عشان تجيبهم كلهم. نكتب بلاير دوت، نعرف بقى الايفنت بلاير ادد نقطتين كونكت فانكشن. هنا مع البلاير ادد ايفنت بيمرر لك مع البلاير او اللاعب ذات نفسه اللي دخل. يعني عايزين نكتب بلاير برنت بلاير دوت نيم as جوين ذا جيم. هنا بتقول له على اللاعبين كلهم اول ما لاعب يتضاف تعمل اتصال، تعمل فانكشن جديد، هتاخد من الكونكت البلاير اللاعب اللي اتضاف، وتطبع هنا البلاير اسم اللاعب وانه اتضاف. هنا دوت نيم عشان كل لاعب يبقى جواه خصائص منها النيم. يعني مثلا لو طبعت من غير نيم ودخلت كده هيديك ايرور
عشان هنا بتطبع، هنا بتطبع له اللاعب ذات نفسه كله، مش بتطبع اسم اللاعب. نكتب له نيم، أول ما نخش زي ما احنا شايفين ستار هاز جويند ذا جيم. ولسه في ايفنتات كتير بس مش هنشرحهم دلوقتي، دي ابسط، تعتبر ابسط ايفنتات. وهنا برضو تقدر تعمل برضو اللي انت عايز توقف الايفنت، بس ملهاش لازمه مع البلاير، انت عايز تجيب كل اللاعبين اللي بيتضافوا. في برضو بلايرز دوت ريموف كونكت فانكشن، تاخد اللاعب برضو رين بلاير بس نكرر. هنا يطبع علينا ان اللاعب دخل لعبة. اول ما نخرج نسيب نطبع الاسم دوت نيم. هنا يطبع علينا ان اللاعب دخل. اول ما نخرج يطبع علينا ان اللاعب خرج. بلاير ريموفينج، هنا اللاعب يخرج من اللعبة مش اللاعب اتمسح. بلاير ريموفينج هنا يعني اللاعب خرج من اللعبة، فانت بتطبع اسم اللاعب اللي خرج من اللعبة. دول يعتبروا اهم ايفنتين. تقدر تحط جوه البلاير اديت مثلا بلاير، يعني تحدد جوه اللاعب ذات نفسه، تعمل ايفنت مثلا كاركتر اديت. الفرق بين الكاركتر والبلاير، بلاير يعتبر دي، والكاركتر عبارة عن الموديل اللي بيبقى جوه هنا. يعني ممكن هنا اللاعب يخش بس لسه الكاركتر بتاعه لسه ما دخلش، فانت عايز تعمل هنا فجأة ايفنت اول ما الكاركتر ذات نفسه دخل من كونكت. ده بيفيد مثلا لو انت مثلا هنا طبعت بلاير نيم، فانت عايز حاجة جوه الموديل مش جوه البلاير ذات نفسه. هنا بص هنا مفيش اي حاجة جوه، فانت عايز تجيب مثلا جوه الموديل بتاع اللاعب الليفت اللي هو الار مثلا دراعه او اي حاجة. فانت عايز هنا تحتاج مثلا الكاركتر ادد، مش هتحتاج البلاير. تكتب كونكت فانكشن، وهنا بيمرر لك الكاركتر او الموديل اللي هنا دي سنتر. مثلا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ فاحنا هنا مثلا دلوقتي عايزين نضيف اول ما اللاعب الكاركتر بتاعه يخش ممكن نعمل حاجة بسيطة، مثلا نغير في حجم الراس بتاع اللاعب، مثلا نكتب له تاسك عشان يستنى شوية نشوف الفرق وهو بيحصل. نجيب كاركتر دوت فاين فيرست، هنا بتقول له يدور جوه الابناء اللي جوه، مثلا هيدور يجيب كل الحاجات اللي هنا دي، فيجيب لك الهيد والليفت. فانت هنا لازم تكتب له الاسم اللي هو اللي يدور عليه، هنكتب له هيد، لازم تكتب الاسم بالظبط اللي جوه هنا. هنا هو جايب لك الراس، فانت عايز تغير دلوقتي حجمها سايز تساوي اللي مثلا 7 دوس بلاي. واحد اتنين تلاتة، زي ما احنا شايفين الراس بقت قد جسمه من كتر الذكاء اللي فيه. بس كده نكون النهارده خلصنا شرح الايفنتات، والسلام عليكم.